السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية للإخوة والأخوات وإلى جميع متابعين قناتنا، أسعد الله مساءكم. من بعد ما خرجت وزير الدفاع الإسباني وغسلت النظام المخزن غسيل الكرشة وكل شي بقى ضارب الطم، ولا واحد فيهم قدر يرد عليها بحرف واحد. إسبانيا ما سكتتش، زادت خرجت ليهم وزيرة الشغل إسبانيا وصرحت في واحد اللقاء الصحفي في قناة السادسة الإسبانية، قالت ليهم بأن النظام ديال الزريبة فهو نظام ديكتاتوري. الموقف ديالها في قضية الصحراء الغربية عمره ما غادي يتغير، ويجب دعم الشعب الصحراوي. والتحالف ديالها مع بوديموس إلى جاب الله وطلع في الحكومة الجاية غادي تحبس جميع الاتفاقيات اللي دارها سانشيز مع الزريبة في قضية الصحراء. مع العلم الخوت، إسبانيا لحد الآن ما اعترفت لهم لا بالصحراء ولا بشي حاجة أخرى. قضية دعم مخطط الحكم الذاتي الملف ديالها تلاح في سلة المهملات. بلا ما نساو العصير الكوكتيل اللي جاهم من عند حاكم جزر الكناري وصرح بأن إسبانيا هي اللي غادي تبقى تسير الأجواء في الأقاليم الصحراء، وكيأكد على كلامه. حتى هادي النظام الزريبة اللي حد الآن ما كانش اللي رد عليه. سكت وليدي، فين هي هذيك الوزارة الخارجية ديالكم يا العياشة اللي كتقولوا بأن عندكم واحد الدبلوماسية واعرة بزاف؟ برويطة شفنا غابر ما قادرش يرد على إسبانيا حتى بحرف واحد، والديوان الملكي ديالكم حتى هو تقالت عليهم الهضرة، كلشي دار بالطم. الصح شعل زوين. نزيدكم واحد الحاجة أخرى دارتها إسبانيا البارح باش تزيد تورك عليكم مزيان. الوزير الداخلية الإسباني يزور مليليا، وحتى هو أكد لكم على إسبانية سبتة ومليليا، والإعلام الصرف الصحي ديالكم ما تكلمش على هاد القضية بحرف واحد. ما كانش فيهم اللي هدر على زيارة الوزير الداخلية لمدينة مليليا، كلشي سكت. شفتوا يا العياشة الطبقة السياسية ديالكم كيفاش دايرة؟ مقموعين ديال بصح ومنبطحين وما عندهم حتى شي غيرة على أرضهم. لهذا كي قلنا لكم بأن سبتة ومليليا النظام ديالكم تبرع بها الإسبانيا وتنازل عليها بشكل نهائي، ماناش نكذبوا عليكم، هذه راه حقيقة. لهذا ما تبقاوش تضحكوا على ريسانكم بهذيك الهضرة ديال الوحدة الترابية ويكلخوا فيكم، كلهم خونة للبلاد. هذه هي الحقيقة. الله يرحم سبتة ومليليا وما جاورهما. سالينا من هذا الموضوع، نرجعوا لقضية الفساد داخل الزريبة اللي ولات جزء لا يتجزأ من القانون المغربي، والشعب كله كيعرف بأن الفساد في بلادهم معشش، وكيعرفوا مزيان شكون هما صناع الفساد. ولهذا رجع حاجة عادية في الزريبة، اللي يمارس الفساد عادي ما كاين حتى مشكل، حتى القانون ما كيعاقبوش، وحتى واحد ما يقدر يحارب هذا الفساد. لهذا نطرحوا واحد السؤال على العياشة، بغيناهم يقولوا لنا واش يقدروا يحاربوا هذا الفساد في بلادهم ولا لا. انا عارفهم ما يقدروش يجاوبوا، ولكن ماشي مشكل، حنا غادي نجاوبوا في بلاصتهم. افتح ودنيك مزيان يا العياش. باش نقيسوا المؤشر ديال الفساد في شي بلاد خاصنا نشوفوا متوسط ديال دخل الفرد ونسبة الأمية واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي وقطاع الصحة والتعليم وكذلك البطالة والاقتصاد البلاد. وإذا شفنا هاد الشي في الزريبة كنلقاو كامل هاد الشي غير موجود، الشروط غير متوفرة في الزريبة. لهذا الفساد موجود بكثرة، ومؤشر الفساد اللي كتخرج واحد المؤسسة منظمة الشفافية الدولية، وهي مؤسسة مستقلة وكتاخذ مستويات الفساد بعين الاعتبار ل 180 دولة في العالم، والزريبة كنلقاوها 94 عالميا، والعام الماضي كانت في المرتبة 84. يعني في هاد السنة زاد الفساد ب10 درجات. إنجاز عظيم، الله يبارك. السي العياش اللي كتقول لنا بلادك راها في تطور عظيم والمغرب كيتقدم وعندكم ملك زوين وكل شي دايز بخير وكل شي عايش بخير، جميع التقارير العالمية والمؤشرات كتقول عكس كلامكم.
شبعتونا غير كذوب وصافي. بغيناكم غير تفهمونا واش هاد المسؤولين ديالكم عارفين هاد الشيء ولا ما مسوقينش ولا هما اللي معنيين بالامر. ياك عندكم هاد المؤسسه كتدعي نفسها بانها مستقله وكتسمي راسها بالهيئه الوطنيه للنزاهه والوقايه من الرشوه ومحاربتها، مالها ما قدرش تحارب هاد الفساد؟ وقالها الرئيس ديال هاد المؤسسه بفمو محمد بشير الرشيدي، قال بان المغرب ما قدرش يحسن الوضعيه والترتيب ديالو، وقال بان وضعيه الفساد في المغرب غير مرضيه، وقال بان غير في هاد السنه 2023 تلقات هاد الهيئه 3363 تصريح بقضايا اشتباه بغسل الاموال والفساد المالي. وما كاينش غير هاد المؤسسه بوحدها، لا، كاين كذلك مجلس المنافسه ومجلس الاعلى للحسابات. هادو كاملين مؤسسات كيدعيو بانهم كيحاربوا الفساد، ولكن من المستحيل باش يتجرؤوا يحاربوا الفساد في الزريبه، وعمرهم ما يحاربوا الفساد، لان كامل هاد المؤسسات فهم عباره عن مؤسسات مخزنيه، يعني حتى هما تابعين للمدرسه العليا لصناعه الفساد، وكاملين كيخلصهم الفاسد الكبير حميده الشفار 23 عام وهما كيلعبوها يحاربوا في الفساد، والنتيجه كنلقاوها ديما هاد الفساد كيزيد وكيرتفع بشكل كبير، والفاسدين حتى هما كيزيدوا باستمرار، ولا واحد فيهم شفناه وقف امام العداله وتحاكم بقانون عادل، لان هذيك العداله حتى هي متخرجه من المدرسه العليا لصناعه الفساد. ومن اسباب هذا الفساد هو السيستم اللي كاين ومسهل مظاهر الفساد، اللي منها غياب الشفافيه والافلات من العقاب، بمعنى الحكومه كتعرف المؤسسات الفاسده ولكن عمرها ما تحركت لهم، هذا كيستر في هذا، والعداله كتغطي عليهم. واما حاكم البلاد هو اللي كيغطي عينيه عليهم كاملين، كيقول لهم ديروا ما بغيتو، المهم حقي ما تنساوهش. بخلاصة القول يا العياشة، سبب هذا الفساد كله اللي موجود في الزريبه هي السلطه الحاكمه ديالكم، يعني هذاك اللي كتسميوه امير المؤمنين هو اللي مخرب جد باباها، وهو السبب على كل ما يحصل في الزريبه. ما كان له تبقاو تكذبوا على رسانكم وتحاولوا تستروا هذا الشيء، الحق لابد ان يقال، بغا يكون زوين او خايب. وللاسف هذيك الزريبه مازال ما شفناش فيها شي حاجه زوينه باش نتكلموا عليها، لحد الان كنشوفوا غير الدمار والافلاس. لهذا خاصنا نوضحوا لكم هذا الشيء، لعل وعسى تعيقوا وتحرروا رسانكم من هذوك السلاسل اللي مقيدكم بها النظام المخزن المعفن اللي عندكم. هذا هو الفيديو ديال اليوم الخوت، تحياتي للجميع ولقاؤنا في موعد آخر إن شاء الله، السلام عليكم.